انت ممكن تكون سمعت قبل كده عن التقبل، او سمعت ان دي حاجة ممكن تخليك عايش دايما في سلام داخلي دائم او سعادة دائمة. ولكن انت لو شخص رافض الكلام ده على اساس ان دي حاجة غلط، هو ازاي احنا نقبل كل حاجة وحتى الوحش نقبله؟ امال هنطور من نفسنا ازاي وهنحسن من نفسنا ازاي؟ او على اساس ان دي حاجة صح وكل حاجة ولكن مستحيلة. ازاي يعني انا حاجة مؤلمة جدا حصلت لي اقبلها؟ الكلام ده مستحيل طبعا انه يتطبق. لو انت فعلا الشخص ده او انتي الشخص ده، فاحنا محتاجين نتكلم مع بعض شوية. انا هدفي من الفيديو ده هو اني اشاور لك على مكان فيه فعلا احساس من التقبل الدائم والسلام الداخلي الدائم والسعادة الدائمة مهما حصل حواليك. ولكن زي ما بقولك، انا هدفي ان اشاور لك على المكان ده. انت بقى تروح ما تروحش دي بتاعتك. وخلينا نبدأ دلوقتي. اولا عايزين نعرف ايه هو التقبل ده عشان نكون فاهمين انا وانت احنا بنتكلم عن ايه. وقبل اي حاجة، تقبل ايه بالظبط؟ طبعا انت ممكن يكون عندك الفكرة اني انا اقصد تقبل الحدث او الموقف اللي بيحصل لك، ولكن لا، مش ده التقبل اللي انا اقصده هنا. التقبل اللي انا اقصده مش للموقف اللي بيحصل لك، ولكن للحظة اللي انت فيها. كوني رافض الموقف اللي بيحصل لي ده حاجة، وكوني رافض اللحظة اللي انا فيها دلوقتي عاوز ازقها باي شكل عشان تعدي، ده شيء تاني. مش المقصود بالتقبل انك تتقبل الحاجة الحدث الحلو او الوحش، انك تتقبل اللحظة اللي انت فيها، اللحظة دي بس مش كمان دقيقة ولا كمان دقيقتين. فده يودينا لفين؟ يودينا ان انا ما عنديش مشكلة اكون هنا، فبالتالي اقدر اعمل ايه في اللحظة دي عشان احل او عشان اغير. فبالتالي اصبح التقبل للحظة اللي انا عايش فيها دلوقتي بس، مش كمان دقيقة، اللحظة دي بس هو نقطة التغيير أصلاً. المكان اللي أنا ببدأ منه علشان أغير الموقف، مش أغير الموقف من مكان رفض أو مكان إن ده ما ينفعش يكون بيحصل لي دلوقتي. النقطة التانية اللي حابين نفهمها كويس عن التقبل قبل ما نعرف إزاي نتقبل كل حاجة، هي إن التقبل حاجة أنت ما ينفعش تعملها مباشرة. هكرر دي تاني، التقبل انك تكون قابل الحاجة اللي بتحصل في اللحظة دي بغض النظر حلوة او وحشة. الحالة دي انت ما تقدرش توصل لها بشكل مباشر بوعي عن قصد. ده حاجة نتيجة لعقلية معينة بتكون عندك، فالتقبل ده بيظهر تلقائيا، ودي مهمة قوي. فاحنا عاوزين مع بعض نعمل انستول او عملية تثبيت لعقلية معينة، او نغير شوية حاجات في مخنا. نتيجة للحاجات اللي هتتغير في مخنا أو عقليتنا دي، هيبقى التقبل أسلوب في حياتك، أسلوب حياة دايم. أنت مش بتعمل مجهود عشان تتقبل الحاجة الوحشة. وأول حاجة محتاجين نغيرها هي إنك تتخلى عن سياسة عقلية معينة أو أسلوب معين في الحياة، وهو أسلوب التصنيف. يعني إيه أسلوب التصنيف؟ يعني دي حاجة حلوة ودي حاجة وحشة. طب ما هو مش هو ده أصلا الطبيعي إن في حلو ووحش؟ لا، مش هو ده الطبيعي. الموقف له حلو وله وحش، عقلك اللي بيديله معنى إذا كان هو حلو أو وحش. واهدى عليا خالص، خد مني للآخر، في الآخر هتربط كل الكلام ببعض. خليني أسألك سؤال، هل أنت عارف فعلا أو أنت عارفة فعلا الحلو من الوحش بشكل مطلق؟ طب خليني أسألك سؤال كمان، هو عقلك بيحدد إذا كان الموقف ده حلو أو وحش على أساس إيه؟ أنا أقول لك على أساس إيه؟ تسمح لي؟ على أساس إن الحاجة دي بتحسسني بإحساس حلو ولا بتحسسني بإحساس وحش، مش كده؟ وطبعا أنا هنا مش بأنكر ولا بقول لك إن مفيش حاجة اسمها مواقف مؤلمة أو مواقف بتسبب لك ألم. لأ طبعا في مواقف مؤلمة، ولكن خلي بالك، الموقف المؤلم لوحده مش مشكلة. المشكلة اللي بيخليك تعاني هو المعنى أو التعليقات اللي بعقلك بيديها لك على الموقف. فاكر زمان أيام ما كنا أطفال صغيرين، ساعة ما بيكون في رحلة مثلا، طالعين رحلة، بنكون متحمسين جدا، مش كده؟ متحمسين من أول ما نسمع اللي فيه رحلة لغاية ما نرجع من الرحلة دي. فاكر بقى لما كان في حاجة غير متوقعة بتحصل أثناء الرحلة، كنت بتبقى حاسس بإيه؟ مش بتحس إنك فرحان أكتر أو متحمس أكتر؟ حاجة غير متوقعة فبتكون كأنها مفاجأة بالنسبة لك. خلينا كده نتخيل موقف، مش عارف حصل معاك قبل كده ولا لأ، إن في رحلة في أتوبيس مدرسي مثلا،
الأتوبيس عطل، هل هنشوف الأطفال إن هم متضايقين أو مضغوطين مثلا؟ ولا أنت أكيد هتتخيل معايا إن أكيد الأطفال هيكونوا مستمتعين أكتر وقاعدين بيلعبوا لغاية المشكلة ما تتحل؟ على العكس، السواق ممكن تلاقيه مضغوط جدا ومتضايق جدا، وطبعا ده بشكل مبرر وده حاجة طبيعية لأنه مسؤول عن كل الأطفال دي، فبالتالي مضغوط عشان يقدر يحل المشكلة. مش ده اللي أنا أقصده. أنا أقصد إن نفس الفعل، نفس الموقف، نفس الحدث كان ليه تأثير مختلف خالص بالنسبة للأطفال عن بالنسبة للسواق. اللي عايز أقوله إن مفيش حاجة اسمها الموقف ده وحش ولا الحاجة دي حلوة. مفيش حاجة حلوة ولا وحشة، عقلك اللي بيديها معنى فتبقى حلوة أو بيديها معنى تاني فتبقى وحشة. بشكرك جدا على وقتك. أنا نادر رجب وأشوفك في الفيديو الجاي. سلام.